السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم وصفة جديدة، وصفة بقى بالقرع العسلي. القرع العسلي ده انا هعمل بيه النهارده مهلبية. هعلمكم ازاي تعملوها بكل بساطة، والناس كلها هتحبها لما تجرب الوصفة الجديدة دي. مفيش ناس كتير يعني تعرف ان القرع العسلي مثلا بيشتروه ما بيبقوش عارفين هيعملوا بيه ايه او ايه وصفاته او كده. انا هعمل لكم النهارده بيه مهلبية القرع العسلي. معانا اول حاجة القرع العسلية دي. اول حاجه احنا هنشيل القشره دي كده اهو. بعد كده هي بص فيها زي مثلثات، احنا هنقطعوها كده اهو. المثلثات دي هقطعها كده ونطلعها اهو. شايفين من جوه اهو اهو يا جماعه. بس انا هقطع لكم كمان مثلثية تاني اهو. نقطع دي اهو. شايفين من جوه قرع العسلي اهو. بعد كده انا البذر ده كله هشيله بالمعلقة بعد ما اقطع المثلثات دي اهو. هبتدي كده هطلع في طبق البذر كله كده في المثلثة اهو اهو. بعد كده همسك بالسكينة كده هطلع الحتة دي اهو عشان الشعر ده كله يطلع تمام اهو. تمام اهو. شايفين انا طلعتها ازاي؟ بعد كده اقشرها اهو حتة حتة كده صلوا على النبي اهو. يا جماعة اللي ما يعرفش طعم القرع العسلي طعمه جميل جدا جدا جدا. بعد كده بعد ما بقطعها معايا في القطاعة كده، اي قطاعة عندكم، ونقطع شرايح كده اهو. ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، اللي عايز يعملها كده عادي اهو لما تخني اهو. ونقطع حتت كده اهو هقطع البتاعة دي كلها كده وهمسكها احطها في الحلة اهو. وبعد كده بعد ما هقطع اللي اقطعها كلها هحط كوباية السكر عليها في الوش. انا مش هحط كوباية السكر ما بين الطبقات ولا من تحت، ليه؟ عشان السكر ما يكرملش. وزنها 1.5 كيلو اهو اهو يا جماعة. النار زي الشمعة اهو، اوطى حاجة في النار عندي، وانزل كده عليها الحلة. وبعد ما قطعت القرع العسلي اهو كلها الكمية كلها معايا كوباية السكر هضيفه كده اهو. اضيفه كده اهو قدام كده. بس اهم حاجة ان هي ما تجيش على الاطراف، حطيتهم في النص، مش تجيش على الاطراف ولا من تحت عشان السكر ما يكملش. تاني حاجة مهمة الغطا بتاع الحلة. ليه؟ لان الغطا الحلة عايزينه محكم بتاع الغطا نفسه بتاعت الحلة تمام. ليه؟ علشان تدبل وتدوب كده وتنزل المية بتاعتها وتستوي. واشوفكم بعد شوية كده يا جماعة. بعد ما سبته في الحلة كده شوية، شايفين المية بتاعته؟ شايفين منظره اهو؟ شايفين ازاي بقى طاير؟ بقى طري خالص، بصوا اتهرى خالص اهو في المية. بعد كده هنمسكهم اهو. اللي عنده هاند بلندر يشتغل في نفس الحلة، اللي ما عندهوش في الخلاط بقى. حطيت شوية مية كده ساقعين اهو، وابتدي كده احط فيها اهو. هضربهم كده في الخلاط وهرجعهم في نفس الحلة اهو. شايفين ضربتهم في الخلاط اهو، بقوا زي المية اهو. هضيفهم كده اهو. بعد كده هضيف كيلو اللبن اهو. بعد كده هجهز خليط النشا وهرجع لكم.
وكده يا جماعة انا حضرت النشا على كل لتر 5 معالق نشا وحطيتهم في مية وحضرتهم اهو. هبتدي بعد كده اضيفهم على الخليط انا حطيتش بس غير كوباية السكر اللي حطيتها معاكم في اول الفيديو اهو. تمام، محطتش تاني سكر، لكن انتوا طبعا على حسب الرغبة، عايزين تحطوا سكر تاني حطوا اهو. بعد كده استمر كده في التقليب لغاية ما المخلوط ما يتقل، وابتدي اصب في الطباق. شايفين اهو يا جماعة ابتدي تبقبق ازاي اهو. نبتدي كده بعد كده نصب يلا في الطباقة، وابتدي كده اهو اصب المهلبية. سمكة يا جماعة تخين يشبه كده سمك الجزر كده اهو. شايفين الجمال والحلاوة؟ لو وصلتوا في المقطع ده في الفيديو بتاعي متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة، وتعملوا اشتراكات كتير علشان توصل لكل اصحابكم اهو. وصفة القرع العسلي لمحبين القرع العسلي اهو. هصب الكمية كلها في الطباقة كده، بعد كده هدخلها التلاجة تقعد 2 3 كده لغاية ما تجمد. وبالهنا والشفا. وهو كده يا جماعة بعد ما صبيت في الطباقة كلها الكمية كلها اهو، مليانة يا جماعة بالفيتامينات ومليانة بحاجات حلوة خالص تفيد الجسم والعناصر المعدنية وكل حاجة حلوة فيها. في القرع العسلي ده مستحيل اي انسان ما ياكلهوش في حياته ولا يدوقه. لازم تجربوا الوصفة بتاعتي دي وتدعولي كمان. السلام عليكم.